السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا رب العالمين. خوتي اللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه. في هذا الفيديو هذا خوتي ما غاديش يكون بعيد ولا غريب على الفيديوهات اللي هما فايتين. في الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على الاستاذ من المدينه ديال سيدي قاسم. الاستاذ اللي لقاوه تكرفس على الدريه التلميذه ديالو اللي كتبلغ من العمر 11 سنه. الاستاذ اللي عوض ما يعلمها ما يقريها اللي يوعيها، الاستاذ اللي هتك العرض ديالها. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد القصص هادو اللي ولينا كنسمعوهم يوميا، حرام شي نهار نفيقوا ونصبحوا على شي حاجه اللي هي زوينه، شي حاجه اللي تفرحنا. كنعشيو على الفضائح ونصبحوا على هاد الفضائح هادي، على الكوارث. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الاستاذ هذا اللي كان يترصد لهاد الضحيه هذه ديالو، وبالاحرى ربما عنده ضحايا اللي هما اخرين، اللي نفس الحاله اللي كان دارها الفقيه اللي في طنجة. الفقيه اللي كانوا كيقولوا عليه بانه بريء، الفقيه اللي كان تكرفس على 6 ديال البنات وكثر، اللي كان كيديهم للبيت ديالو، اللي كان كيقول لهم غسلوا لي الماعن، اللي كان يقول لهم جمعوا لي الفراش ديالي وشطبوا لي البيت ديالي. بهذه الطريقه هذه كان كيجيب الضحيه ديالو للبيت وكان كيدير فيها ما بغى خوتي. نفس الطريقه كيولي كيستعملها هذا المعلم هذا اللي في واحد الدوار اللي هو قريب اللي هو في الاقليم ديال سيدي قاسم. هذا المعلم هذا اللي كيف ما قالوا الساكنه ديال داك الدوار، اللي هو كان كيشد البنيات اللي كيكونوا يافعات، البنيات اللي كنقولوا بواحد الصيغه اللي كيكونوا باينات ومفلفلات وباينات، ماشي دوك البنيتات اللي كيكونوا ضعيفات ونقولوا حنا العين ما تديش ليهم. لا خوتي، هو كان كيشد دوك البنيتات اللي كيكونوا مبوصات وكيخلط عليهم وكيديهم لعندو للدار اللي هي في الغابه ولا في الجهه ديال الغابه، وكان يقول لهم روحوا غسلوا لي الماعن بنفس الطريقه اللي كان كيديرها الفقيه. جيو غسلوا لي الماعن، جمعوا لي الدار ديالي، جمعوا لي الفرش ديالي. وهو في الوقت كياخد الضحيه ديالو وكينفرد بها وكيدير فيها ما بغى. هادشي هذا خوتي كلشي جالس على لسان ديال الساكنه ديال الدوار، اللي هما اليوم عاد فاقوا. انا من هنا كنحملهم حتى هما المسؤوليه، لانهم كيقولوا بانهم كانوا عارقين بهادشي هذا اللي كان كيدير وكانوا ساكتين. كيفاش الام ولا الاب تجيب له بنته الفلوس ويشدها عليها ويسكت؟ ما هي لا درهم ولا جوج. هذا المعلم هذا اللي قال لك كان راجل كريم، اللي فاش كان كيدخل للدوار ديالهم كان يحشم يعلي عينيه في الناس، لا في العيالات ولا في الرجال. كان اللي شافو كان يتخدع بداك المظهر ديالو. كلشي الناس كانوا كيحسبوه بانه واحد الرجل اللي هو طيب، انسان اللي هو مزيان، انسان اللي هو متقي الله. ولكن كما كيقول المثل، دوز على داك الواد الهرهار لا دوز على الساكوتي. هاد الناس هادو اللي هما يا ساكتين وكيبينوا راسهم محترمين وكيبينوا راسهم فاهمين، هادوك الناس خوتي هما اللي كتخرج منهم الكوارث والغرايب. هاد الاستاذ هذا اللي عوض ما يقريهم ما ينبههم ما يوعيهم، هانتوما تشوفوا خوتي شنو كيدير. وهذه ماشي هي الاولى ولا التاليه. كنا سمعنا هذا واحد الوقت على واحد المعلم اللي كان كيستدرج حتى هو البنات اللي كانوا كيقراو عنده، اللي كانوا 9 ديال البنات اللي كانوا في العمر ديال 9 سنين و10 سنين، واللي كان كيديهم وكان كيخليهم لاخر لحظه في الخروج ديالهم، وكان كيعيط لهم وكان كيدير فيهم ما بغى. كل نهار كان كيبدل، كل نهار كان كيشد وحده. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واللي كنا شفناه عطاوه واحد الحكم وما كاين فيها لا اعدام ولا حتى شي حاجه. تكرفص على 10 ديال الدريات ولا 9، خدا واحد السنين غادي يدوزها وغادي يخرج يدير في عيل اخرى اللي هي كثيره. هذا المعلم هذا اللي في هذا الدوار هذا، اللي كيف ما صرح واحد السيد
قال بانه كان كيشوف الوليدات اللي كيكونوا فايقين كما نقولوا حنا، كيكونوا فايقين، هذوك الدراري كان كيجليهم على القسم، كان كيخرجهم يبعدهم، كان يقول لهم سيروا قادوا شي حاجه، مثلا قادوا باب او لا قادوا الطبله او لا قادوا شي حاجه هكا، وكيبعدهم على القسم. علاش خوتي؟ لانهم باش ما يفشيوش هذاك السر ديالو. وكيقول هو هذا الشخص هذا بعدا بالذات، كيقول على انه واحد النهار داز ولقى المعلم جالس والبنيتات مدورين به تلميذات، وهو كيوري لهم شي حوايج في التليفون ديالو، والبنات كيحشموا وكيرجعوا راسهم اللور، اي ما كيقدروش يشوفوا داك الشيء اللي هما كيشوفوه في التليفون ديال المعلم. راه لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الشخص هذا كيرجح على انه كان كيوريهم شي فيديوهات اللي هي خايبه في شي مواقع اللي هي اباحيه. هذا الشيء هذا اللي كيقول هذا الشخص هذا. وقال فاش تكلم مع الساكنه وقال لهم ها شنو شفت ها شنو شفت، ردوه الناس بوهالي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وحتى اليوم عاد كتفجر هذه الكارثه هذه، اليوم كتفجر هذه الكارثه هذه. هاد الناس هادو اللي كيلقاو البنت ديالهم هذا عام وهو كيتكرفص عليها، عام اخوتي وهو كيتكرفص عليها. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما حدنا خوتي ما طبقت لنا العقوبه ديال الاعدام، ودائما كنقولها وكنلح عليها. ما حد هاد العقوبه هذه ما طبقات على ارض الواقع، راه مازالين كنشوفوا الكوارث، مازالين كنشوفوا الكوارث. لان هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الافعال هذه، واش ما راهمش متبعين هاد الاحداث اللي كاينه في المواقع ديال التواصل؟ واش ما متبعينش هاد الحالات اللي كاينه في المغرب؟ راه كلشي متبع، ولكن هما كيشوفوا الحكم كيكون خفيف. علاش لا ما يديروش حتى هما حوايج اخرى؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد المعلم هذا اللي دار الخدمه ديال الفقيه اخوتي، خدمه الفقيه هذه وباينه. ودابا غادي نشوفوا واش غادي يوليو يخرجوا الناس اللي يجيو من جهه هذا المعلم هذا، وغادي يقول لك لا راه هاد الساكنه هذه كذبوا على داك المعلم حيت ما بغاوش يقري في ديك المدرسه، كيف ما داروا على الفقيه اللي كانت خرجت الناس وخرجوا العائله ديالو وخرجت الزوجه ديالو والاب ديالو، وهما كيقولوا بان هذاك الفقيه راه ما بغاوش يجلس في ديك المنطقه. هذاك الشيء علاش كيجريو عليه بهذه الطريقه هذه؟ هذاك الشيء علاش حطوا عليه هاد التهم هذه وكذبوا عليه. وهذا المعلم هذا يمكن حتى هو بحال هذا الفقيه هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حنا ما فهمناش هاد الناس هادو، والله العظيم اخوتي ما فهمنا هاد الناس هادو. كل يوم كارثة، كل يوم فضيحة، كل يوم اغتصاب، كل يوم جريمة. ما فهمناش هاد الناس هادو. هادشي هذا كتر بزاف، الصراحة راه كتر بزاف. هادشي هذا ولا كيضر في القلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واللي استغربت فيه خوتي هو هاد العيالات هاد الامهات هادو اللي كيلقاو بنيتاتهم كيجيبوا لهم الفلوس من المدرسه. علاش هاد المعلم هذا كيعطيهم الفلوس؟ واش حبا فيهم؟ الا بغى يقدم واحد الصدقه يقدمها على كل شيء. الا كان غادي يعطي 20,000 فرنك الوحده، وديك ال 20,000 فرنك راه غادي يقسمها على التلاميذ كاملين يعطيهم درهم ولا يعطيهم 2 دراهم وكي البنت كي الولد ويعتبرها صدقه. ولكن فاش يعطي واحد المبلغ ديال 50 درهم 100 درهم حتى ل 200 درهم، هادشي راه بزاف. هادشي راه كيف كنقولوا حنا راه كيدير الشك. هاد الام هادي اللي يجيب لها البنت ديالها الفلوس واش ما عمرها سولتها علاش عطالك المعلم هاد الفلوس هادي؟ بغى يعاون ما يعاونش ديك البنيته، يديها للاب ديالها، الاب ديالها ويعطيها له ويقول له هادي شري شي حاجه للبنيته ديالك ولا الولد ديالك، ولا بهاد الطريقه هادي غادي يكون قدم صدقه. ولكن هو لا، هو كان كيستغلهم بهاد الطريقه هادي، كينصايب الناس تما، الناس اللي ما فحالهمش. وكنشوفوا حنا كيفاش الوليدات كيفاش كيبغيو البيمويات، كيبغيو الفلوس، كيبغيو الحلوى وداك الشيء. هو هذاك الشيء اللي كان كيدير باش يجلبهم ليه، باش يقربهم ليه. خوتي هاد الناس هادو ديال هاد الدوار هذا راهم شاكين في البنيتات ديالهم. وكيف قالت واحد السيده انهم غادي ياخذوا البنيتات ديالهم كاملين وياخذوهم لعند الطبيب باش يديروا الخبره، باش يشوفوا لربما حتى دوك البنات راه تمارس عليهم كيف ما تمارس على هاد البنت هذه اللي عندها 11 سنه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ياخذ الحق في هاد المجرمين هادو.